اسبوع اسود وابيض، يعني انجاز التعبير، لان هو يعني خلال خلاص بقى الاربعاء الاسود، الاربعاء ده خروج يعني ايضا اكثر مرارة من خروج الاسبوع الماضي في اسبوع واحد، ما بين بي اس في لامبولي يا قلبي لا تحزن، وضياع ثالث هدف انجاز التعبير، لان طبعا دايما اليوفنتوس بيلعب على الفوز، فيعني بطوله كانت في المتناول جدا، يعني عكس بي اس في وعكس الشامبيونز، لا احنا بنتكلم على كاس ايطاليا، كانت بطوله في المتناول امام خصم كان في المتناول جدا، ولكن للاسف يضيع اليوفنتوس الفرصه للتاهل لنصف النهائي. كانت الامور ممهده، ولكن للاسف يعني خساره بركلات الترجيح. طبعا غضب كبير الواحد، يعني امبارح حاولت بقدر الامكان الم الحسره والمراره، لسه حتى الان الامور يعني الواحد حاسس بنفس الغضبه طبعا. موسم سيء للغايه، يمكن بقول اسبوع يعني اسود ابيض، في حته البياض الوحيد ان احنا في الدوري ابتدينا نرجع، يعني نجين مومنتم او الامور تمشي شويه معانا. بقالنا الاسبوعين اللي فاتوا، يعني الاسبوع 25 و26 كانت في صالحنا وقلنا الدنيا هتيجي معانا، ولكن في نفس هذا الاسبوع كانوا اسبوع اسود ما بين الاربع للاربع، اسبوع طيرنا فيه بطولتين مهمين جدا وهدفين محتملين لليوفنتوس، وفي النهايه الموسم يعني سبحان الله كمان حتى الدوري الابيض اللي فيه ان احنا بنرجع في بطوله الامل فيها صعب جدا، او يعني الناس شايفاه، بعض الناس شايفينه مستحيل، ولكن امل ضعيف بيرجع لك. لكن في بطولات زي كاس ايطاليا امبارح كان يعني بطولة كانت في المتناول جدا، ولكن للأسف نخرج طبعا. يعني أنا بحاول أتكلم برضو من قلبي كده، يعني مش مجهز أي كلام، ولكن أنا حاولت أهدي في نفسي وأطلع أتكلم بعد لايف امبارح، لأن أنا كنت على آخري، لم أكن أتوقع ولا أتخيل. طبعا أنا أقعد نتكلم أكيد مطة مسؤول مما لا شك فيه، هو طلع أول مرة مطة يطلع يتكلم على بهذه الطريقة حتى تجاه اللاعبين، إن ده مش طريقة ولا ده سلوك للاعبين، ودي مش طريقة يعني نتغلب ماشي او يحصل لنا اي مشاكل، ولكن انا عمري ما شفت هذا السلوك من فريق انا دربته. انا نفسي اتحمل المسؤوليه، ده كلام طبعا مطلب بيقول انا نفسي اتحمل المسؤوليه، والجماهير كانت رؤوفه بينا او كانت لطيفه معانا، يعني المفروض احنا نستحق اكثر من ذلك بكثير، لان ما فيش حد، لا احد يسلم من الانتقاد حتى نفسه وهو بيتكلم على كده، وانه يتحمل المسؤوليه. وان يعني قعد يتكرر بكتير كتير على طريقه اللاعبين او سلوك اللاعبين داخل الملعب، ان هو ما قدرش يوصل لهم اهميه هذه المباراه، وان اهميه اللعب بفانيلا زي فانيله اليوفنتوس. الكلام ده كله هو تحمل مسؤوليته، ودي حاجه كويسه طبعا. وكلمه مهمه برضو قالها ودي حقيقه، بيقول لك انا مش عايز نمثل ان احنا بنعمل حاجه، او المهم فعليا بنعمل ايه، او المهم فعليا احنا سلوكنا ايه في الملعب، مش ان احنا بنمثل او بندعي ان احنا بنعمل حاجات. ودي حاجه مهمه انا شايفها، وهو اول واحد بيتكلم على نفسه كده، وبيعيد تاني ان الجماهير لها كل الحق في غضبها، وانها كانت رؤوفه بينا بعد هذا الخروج يعني المهين زي انجاز التعبير. لان امبولي ناس كتير، انا في وجهه نظري اللي يقول لك مين بدا، انا بالنسبه لي كنت شايف ان كولو موانيه ابتدائه مع فلاوفيتش كان غلط. يمكن كتير برضو في تغييرات كتيره هنقعد نتكلم عليها كتير، ولكن انا شايف كان من كان وايا كان مين اللي نازل في هذا الماتش في هذا الملعب امام هذا الخصم في هذه البطوله، انا شايف ان كان لازم يكون فوز. والله لما يكون النكست جان بيلعب، لو انت سلوكك وانت يوفنتوس حقيقي وبتلعب في الملعب، انت المفروض تفوز ايا كان مين اللي بيلعب. فكلامنا على بعض وهو حتى اتكلم في هذا الموضوع وانا متفق معاه في ذلك، ان مش هنقعد نتكلم على احداث فرديه ومين ومين وده كان يلعب مكان ده ولا ده اللي يلعب لا، لان هو حق ربنا ايا كان مين يلعب المفروض الماتش ده كان يخلص. طبعا فلاوفيتش حق ربنا بصراحه، يعني طبعا هو اتكلم برضو على الشوط الاول سيء للغايه. احنا البدايه كانت كرة يعني كانت ممكن تفتح لنا الماتش، نيكو جونزاليس في اول كرة في المباراه، ولكن شوط اول احنا قاعدين حتى لو كنا ضاغطين، ولكن قاعدين نحلق، ما عملناش صنعناش اي فرص. وهو اتكلم على كده ان انت زي مش عارف تصنع فرص. الموضوع محتاج يكون فيه يعني يكون فيه شويه تحمل من المسؤوليه، واحنا طبعا كلنا اتكلمنا في الموضوع ده. نفس الحوار ان الشوط الثاني بعد التغييرات الكتيره
يعني جون طبعا ولا اروع من كيفرين تورام، ولكن فلاوفيتش كورتين في النهايه يضيعوا يعني بطريقه غريبه. وطبعا ركلات الحرز الترجيحيه للاسف برضه فلاوفيتش ضيع واحده وبعدين يلدز يضيع الثانيه. المهم قدر الله ما شاء فعل طبعا وكل شيء، ولكن حق ربنا هذا غير مقبول. مستني اشوف رد فعل حقيقي من حتى الاداره سكوت وصمت تام، مفيش اي تعليق بعد بي اس في ودلوقتي بعد خروج من الكاس. هل هو صبر؟ هل هو يعني سايبين المدرب يتعامل لوحده؟ لازم يكون في شويه من يعني الافصاح عن اي شيء. واضح ان في حرص شديد في اي تحرك، ولكن احنا كلنا متفقين ان برضو الاداره نفسها ينقصها اي فيجر زي ديل بيرو مثلا. محتاجين شخصيه قياديه في الاداره حتى مع جون دولي. الفكره كلها بعض الاصوات بتتجه لكلام ان موتا خارج وان خلاص وان طبعا انا متفاهم غضبه الجماهير وكل حاجه، ولكن انا من وجهه نظري وليس دفاعا عن موتا ولا حاجه علشان اللي دماغه تعبانه، انا بتكلم على مصلحه اليوفنتوس. اليوفنتوس مش هيفضل كل شويه يغير في مدرب وهنعيد تجربه بيرلو اللي انا شايف انها كانت غلط، والصبر على بيرلو كان ممكن يباي اوف. ولكن للاسف احنا استعجلنا في التغيير ورجعنا لأليجري وصبرنا على أليجري 3 سنين وكان غلط برضه. فمش هنقعد نعيد نفس الموال. انت عندك دلوقتي مدرب ناس كتير شايفاه ان هو لا يصلح ومتدرب، طبعا كل واحد حر يرى ما يراه، ولكن انا شايف ان في بعض الامور الايجابيه اللي ممكن يتبني عليها. عنده بعض الحاجات اللي هو لازم يشتغل عليها، عنده اخطاء حتى في السلوك داخل غرفه خلع الملابس ومع حتى الصحفيين. عنده بعض الاشياء اللي لازم يشتغل عليها. ياخد فرصته كامله هذا الموسم، عنده الموسم ده يكمله، نشوف هيقفله ازاي، وهنشوف سلوكه او يعني اتفاقه مع الاداره وتقييمه مع الاداره للموسم وطلباته في الميركاتو واستعداده للموسم القادم. ثم بعد ذلك نبتدي نحاسبه الموسم القادم. والله انا شايف ان انت جهز البديل للموسم القادم. لو هو لا قدر الله فضلت الامور على ما هي عليه من نتائج سيئه، تقدر بمنتهى الاريحيه تقيله وتغير حتى في نص الموسم. انت ساعتها تكون اديته فرصته كامله وحاولت بقدر الامكان تحافظ على استقرار هذا الفريق بدون كل شويه تغيير، لان يعني اسهل ما علينا كل شويه بقى نغير، وخاصه ان الفريق كله جديد ولاعبين جداد. فهتجيب من كل شويه مدرب، انا شايف ان ده هياخدنا في سكه كده زي اليونايتد، ولو ان يعني الامور مختلفه والفلوس مختلفه. ولكن في الخلاصه من وجهه نظري هيكون خطا اداري الانصياع لاوامر الاعلام او السوشيال ميديا. لا، لازم تفضل هادي. الاداره القويه لازم تفضل صابره بشكل كبير. ويمكن انديه كتير كبيره شفنا بعض غضبه بعض الجماهير في بعض الاوقات، ولكن بيكون في حفاظ. ويمكن الاداره عملت كده حتى مع أليجري باختلاف الادارات، صبروا وطبعا الظروف خدمت أليجري وقتها من خصم نقاط. يعني كان عنده اعذار برضو باينه الى حد ما، فكان في صبر بشكل كبير. ولكن انا بقولش يعني كمل عقد ولا شغل المكايده اللي هو شغل كده النسا ده. لا، انا بتكلم على مصلحه اليوفنتوس. الان انا ارى ان خلاص نسيبه يكمل، ياخد فرصته كامله. تقييم لهذا الموسم، نشوف ما تقييم الاداره وما تقييمه هو لنفسه. انا شايف ان هو يعني الى حد ما يعني تصريحه في المؤتمر الصحفي هو نفسه بيقول يعني قالوا له انت اول مره تهاجم اللعيبه، او قال لك عشان ده غير مقبول. انا يعني في فيرجونيا او فيرجونيوزو، يعني زي في عار على نفسه هو شخصيا ان فريقه يكون بيلعب بهذا السلوك قبل حتى الكوره. يعني بيتكلم حتى بي اس في كانوا احسن مننا، كانوا اقوى مننا، استحقنا ان احنا نخرج، لكن النهارده احنا ما عملناش حاجه، احنا اللي افسدنا المباراه بشكل كبير. وهو بيتحمل المسؤوليه، وانا عاجبني فيه فكره تحمل المسؤوليه فعليا. ولكن زي ما هو بيقول ومن كلامه احنا عايزين نشوف رد فعل حقيقي مش مجرد كلام. يعني المهم الافعال مش الاقوال. فحق ربنا اكيد كلنا في غضب شديد. متفاهم طبعا الناس اللي عايزينه يخرج، ولكن انا شايف بعقلانيه. طبعا كل واحد حر في تفكيره، ولكن انا شايف بعقلانيه السنه دي يكملها خالص خالص خالص، ويكون في تقييم نهايه الموسم وقاعده مع الاداره نشوف اهداف الموسم الجديده من ميركاتو ومن ايه اللي هيحصل. وتفضل نشوف الشغل محاسبه بطريقه مختلفه ونشوفك نظامك ايه. وانت عايز ساعتها تكون عندك اوراق بديله، بس يا ريت تكون اوراق بديله يعني اسامي بقى كبيره، يعني اللي هو فعلا زيدان بقى ولا حاجه. لكن مش يعني احمد والحاج احمد
خلاص يبقى انت عايز تجيب بقى بروفايل كاريزماتيك، حاجه اميون حتى مع الجماهير، او عنده حصانه جماهيريه الى حد ما، وكل لعيبه يعني تنصاع لاوامره على عيني وعلى راسي. ولكن حتى ذلك الحين ما انت ممكن تكون خسرت مدرب كويس، الموسم القادم يصحح من اخطائه، ترجع الاصابات، حتى الطاقم البدني اللي معاه يتظبط من ناحيه الاصابات، تلاقي اللعيبه دي بقى ليها شأن تاني. بعض اللاعبين اللي بعيد عن مستواهم زي كوب ماينرز وزي دوجلاس لويز، الله اعلم هيكون معانا ولا لا، ولكن فكره ان انت بتدي فرصه، ان احنا ادينا لك فرصه جرب، لم تنجح قدامك فرصه تانية. الفرصه التانية دي لو انت ابتديت تمشي في نفس الطريق، لا شكرا مع السلامه ونشوف غيرك. ساعتها الامور تكون واضحه وصريحه، ويكون حتى يعني انت اقمت عليه الحجه وعلى نفسك الحجه ان انت ما استعجلش. لكن اللي هو يلا سلق بيض هات واحد تاني، يعني الكلام ده انا شايف لو من غير خطه ومن غير يعني فيجن او رؤيه، انا شايف ان الكلام ده هيكون خطا اداري كبير، وهيكون تهريج من الاداره. من ناحيه تانية انا شايف برضو اداره اليوفنتوس لازم يكون في استعانه ببعض الفيجرز او بعض يعني تاني ديل بيرو. كل الناس عايزه ديل بيرو، لان ديل بيرو كاريزما، كوره، كلمته هتكون مسموعه، شخصيه مع اللاعبين، يفهمهم يعني ايه يوفنتينيتا، هيكون مساعد انا شايف لدور موتا برضو. هذه اجواء جديده عليه، يعني موتا مش من اليوفنتوس، كان بيلعب في فرق كبيره وعارف يعني ايه يكون بيلعب في فرق كبيره وعارف سلوكياته، وفي ناس كتير انا شايف انه عامله له اندر استيميشن، ولكن هذا ليس كافيا، هو نفسه عنده نقص خبره ولسه بيتعلم. فالفكره كلها ان محتاج حد يساعد معاه في لم شمل الفريق ده في حاجات معينه. كليني بعيد عن الفريق، وكليني مش الفيجر اللي هيديك الكاريزما وهيديك القوه اللي احنا عايزينها، لان كليني الى حد ما ماشي مع الاداره. نفس الحوار انا شايف ان الاداره فيها صمت كثير. طبعا سكانافينو وفريرو ما لهمش في الكوره خالص، هو جونتولي الاختصاصي حاليا، ولكن هو مهتم حاليا بالميركاتو ويظبط الشيت علشان الاداره. لكن فين الكوره؟ يعني انت محتاج فيجر برضو، يعني اتمنى ان احنا نشوف فيجر زي ديل بيرو، ولكن واضح ان الاتجاه حاليا بعيد عن كده بشكل كبير. كله كلام. الغضب موجود حقيقي، يعني يعني صعب تعدية في اسبوع واحد، زي ما بقول اسبوع اسود. في ابيض من ناحيه الدوري، ويمكن عشان كده بقول نركز بقى في الدوري. ومش بقول نركز في الدوري عشان برضو يعني الدماغ، مش بنقول ان احنا هناخد الدوري يلا ناخد الدوري، انا بقول نركز في الدوري ان هو دلوقتي هو الهدف الوحيد الموجود حاليا للتركيز عليه. الناس بقى اللي يقول لك مش هنتاهل تشامبيونز، هنتاهل ناخد الدوري، كل ده سبيكتروم احنا بنتكلم فيه، يعني هنختلف او نتفق، ولكن انا بتكلم دلوقتي خلاص هدفنا الوحيد من هنا لنهايه الموسم هو الدوري، وثم بعد ذلك كاس العالم للانديه، يبقى نشوف هيحصل ايه. برضو طبعا كاس العالم للانديه يعني عندك يعني برضو كحته لخبطه، ما انت مش هتعمل تغيير. انا شايف اي كلام عن تغيير انا من وجهه نظري حاليا كلام فارغ. وفي بعض الصحفيين طلعوا برضو اتكلم ما فيش اي مجال، كان تقريبا ميركو دي ناتالي طلع اتكلم قال لك ما فيش اي اجواء او اي يعني افكار لتغيير المدرب، بالرغم ان بعض الصحفيين الاخر طبعا ابتدى يكون في كلام ان زي ما نقول ما فيش حمايه ليه. انا بصراحه ربنا مش شايف ان هيكون في تغيير من وجهه نظري. الاداره انا شايف ان هي هتفضل مكمله معاها على الاقل الموسم القادم، او هيكون في تقييم الموسم القادم، وانا شايف ده الصح، واظن شرحت وجهه نظري. موسم مرير وصعب واحنا عارفين، ولكن بصراحه ربنا كان مفروض احسن من الامكان. وحتى موتا نفسه قال يعني الاسماء اللي عندنا مفروض يكون في نتائج احسن من كده بكتير، وهو قال انا المسؤول لان انا في الاخر انا المدرب. مستني اشوف رد فعل هذا الفريق ككل، من اداره لمدرب للاعبين، ونشوف ايه اللي هيحصل. ولكن مش هنقول غير فورزا يوفي، ويعني معاه للاخر، وهنشوف النظام ايه. ولكن حق ربنا يعني اسبوع اسود فعلا، وخساره مريره وخروج مرير. وللاسف يعني دايما سوبر كوبا خساره مريره، بي اس في خساره مريره، غير خروج من الشامبيونز ليج، امبولي يعني الامور دي بالنسبه لي شايف ان هي اقوى بكتير من اي تعادلات في دوري ولا اي حاجه. يعني دايما بتجيلك المصيبه او الخبطه في وين ات ماترز، او لما فعلا تكون فارقه يعني، والامور فيها حاجات بسيطه. ولكن هنقول ايه، حسبنا الله ونعم الوكيل وخلاص. ان شاء الله يعني يكون لنا لقاء
برضو في اللايف الجاي، ويعني ربنا يسهل. طبعا رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. وزي ما اتكلمنا على نظام رمضان في اللايف، في الغالب هنشوف لو في لايفات مع الماتشات متاخره، لو ما كانش هيكون في تسجيل. ولايف الدردشه هيكون على بعد العصر، يعني اللي هو زي ساعه كده تسليه صيام قبل المغارب. وحتى لو في لايفات هيكون في نفس الميعاد في الغالب، وربنا يسهل. اللي اول مره يشوف القناه دي، مش قناه بس عن اليوفنتوس وعن الكوره، فيها كلام طبي وخاصه طب العيون وكلام عام وحاجات كتير. بصوا على القوائم، ويا رب تكون قناه ممتعه ومفيده للجميع. ولو لقيتوها تستحق الاشتراك، ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. ربنا يدينا العمر والصحه، ونتقابل على خير سواء اللايف الجاي او الحلقه الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.